السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواني المسلمين، والسلام على من اتبع الهدى من اصدقائي النصارى من شات حوار اديان نحدثكم مع النصراني جوفاني بقى. النصراني جوفاني بقى بيقول ايه؟ انت فاضي يا عم ولا انت عندك انفصام في الشخصية؟ ازاي الرسول قاعد على العرش مع الرب؟ وجوفاني طبعا متعجب مستغرب ازاي الرسول يجلس بجوار عرش الرحمن، ومش مستغربها يعني ايه يعني يجلسه ربه على العرش معه. هو مستغرب الحته دي، مش داخله دماغه، مش عارف هي مش داخله دماغه ازاي، بس احنا هنمشي معاه بقى واحده واحده. طيب تعالى كده بقى يا جوفاني كده معانا، ربنا يهديك يا رب. في سفر المزامير عندك 110 واحد بيقول لك ايه؟ قال الرب لربي اجلس عن يميني حتى أضع أعداءك موطئا لقدميك. ده في سفر المزامير 110 واحد. الرب قال لربي اجلس عن يميني. الرب قال طب دي انت تفهماني ازاي؟ قول لي بقى ازاي؟ انت عندك 2 ربنا ولا هو ربنا واحد ولا هو 3 ربنا؟ انت عندك كام ربنا يا جوفاني؟ انت شكلك يا جوفاني كده انت مش عارف، عايز تفطرنا عليك يعني؟ عايز تفطرنا عليك يا حبيبي؟ انا بجد الحوار معاكم حاسس ان هينقص من صوت صيامي، انا حاسس يعني. قال الرب لربي استغفر الله العظيم يا رب اجلس عن يميني. ربنا قال لربنا اجلس عن يميني. تيجي ازاي دي يا جوفاني؟ قول لي يا حبيبي، قول لي، اديني عقلك. انت معترض ان الرسول صلى الله عليه وسلم يجلس بجوار عرش الرحمن، يجلس بجوار عرش الرحمن، صح؟ ده انت معترض عليه. طب وما اعترضتش دي؟ الرب قال لربنا تعالى اقعد جنبي. دي مش معترض عليها؟ دي حلوه بالنسبه لك، دي دخلت دماغك، صح؟ دي دخلت دماغك. قال لي ما هو انت معترف ان رب واحد، دي بتتفلسف. رب واحد، ما رب واحد بيقول لربنا يا ابن الرب قال لربنا تعالى اقعد جنبي. طب دي انت فهمتها ازاي؟ قال لي داوود الملك يدعو المسيح ربا، فهذا يؤكد لاهوت المسيح. والله داوود الملك يدعو المسيح ربا؟ انت شكلك يا ابني ما قراتش انجيل ولا تعرف حاجه عن الانجيل. ربي والهي، ربي واله اي سيدي ومعلمي، في الذي في تفسيره في يوحنا سيدي ومعلمي. يعني مش كل حاجه رب يبقى بقى رب اله حقيقي يعني، ده بالانجيل نفسه. انت هتموت من الضحك. انا بقول لك انا هسجل البث ده وقاعد اسجل، بس للاسف الصوت ايه مش هيبقى واضح ومش هيبقى شغال، فانا قلت بقى اتكلم بقى صوت كده عشان البث يوضح، لان انا الصوت مش واضح. ايوه برضو لحد دلوقتي ما قلتليش الرسول قاعد جنب ربك على العرش ازاي؟ تعال يا شوفاني واحده واحده يا حبيبي، واحده. في سفر الخروج عندك 7:1 فقال الرب لموسى انظر اني جعلتك الها لفرعون ويكون هارون اخوك نبيا. يعني دلوقتي انت ممكن تعبد موسى النبي؟ يعني ممكن تعبد موسى النبي وتقول عليه اله؟ يا شوفاني ممكن تقول على موسى النبي اله؟ اه، ما هو داود قال على المسيح رب، صح؟ داود قال على المسيح رب، ها؟ برضه انت ممكن تقول على موسى النبي اله. ما هو ما اكثر الالهه، دي الالهه تكاثرت. لسه لحد دلوقتي الآن ما ردتش عليا ازاي؟ يا سلام. بص يا شوف، انا هشبهها لك بطريقه عايز تعرف ازاي الرسول صلى الله عليه وسلم يجلس بجوار عرش الرحمن مع الرب. انت عايز تعرف دي، صح؟ انا هشبهها لك. اولا الاله عندك مات على الصليب، حلو كده. يعني الاله عندك ممكن يقعد على الصليب عادي يعني، صح؟ مش ممكن يقعد على الصليب؟ دي داخله دماغك، وممكن يقعد على الصليب. فالاله عندك قاعد على الصليب، فممكن يقعد على كرسي، يقعد على اي حاجه يعني، يقعد على ترابيزه، يقعد على اي حاجه يعني، يقعد على كرسي، يقعد على عرش، يقعد على اي حاجه، صح؟ ممكن. طيب والرسول قاعد جنبه، دي ما تدخلش دماغك بقى ازاي؟ دخلت ولا لسه ما دخلتش؟ قول لي، قول لي يا شوفاني، قول لي دخلت ولا لسه ما دخلتش؟ أسأل الله العظيم رب العرش العظيم لنا ولكم الهداية. هذا وإن كان من توفيق فمن الله الواحد الأحد، وإن كان من خطأ أو سهو أو زلل أو نسيان فمني ومن الشيطان والله ورسوله منه براء. إخوة فضل ليس أمرا
شاركوا الفيديوهات. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعله في ميزان حسناتكم. كان معكم شيخ القساوسة باحث ودرس مقارنة الأديان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.